ازيكم يا جماعة وعاوزكم طيبين وبخير وسلامة. يا ريت تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديوهات، لأنه ده بيفيد القناة علشان تتطور، وإن شاء الله التمثيليات والمسلسلات تعجبكم. نص دستة عيال. ما تبعدوا كده وانتوا عاملين زي طلعة المحمل. اوف، يا ساتر. 1 2 3 4 5 6. ده كلام برضو يا سنية. مالك يا راجل؟ نص دستة عيال. قصة وسيناريو وحوار حسن عبد الله. الموسيقى التصويرية مختارات من الموسيقى العالمية. التصوير والتسجيل والمونتاج باستديوهات دار الإذاعة بالقاهرة بإشراف أحمد مصطفى. أنا ما عنديش بنات تتجوز. بقى ده برضو كلام يا سندس. عماد حمدي. طب فهمني يا راجل، هنعمل بيهم ايه؟ هنحوشهم؟ هنرصهم قدامنا زي القلل؟ يعني ايه؟ يعني لازم تتصرف دي سنية. آمال زايد. يا اخوانا صلوا على النبي. امال هو انتوا ما عندكوش غير النقار؟ ما انت سامع كلامه يا عبد العال. عبد الرحيم الزرقاني. بطولة صلاح آبيل، إحسان شريف، سميرة عبد العزيز، عصمت عباس، وميرفت سعيد. أوام، أعمل لك همة شوية يا بابا. أيوة يا بنتي، أيوة أوام أهو. مش تتحرك أمال يا بابا؟ القطي نفسك وما تبقيش متصربعة زي أمك. خلينا اتصرف. تعبانة يا سندس، تعبانة يا ناس. حالا يا ماما، هننقلك المستشفى حالا. الو، عبد العال. ايوه مين؟ ازيك يا عبدو؟ مين اللي بيتكلم؟ وازاي العيال؟ وده وقته برضه يا بابا. مين اللي بيتكلم؟ انا اخوك سندس. اهلا يا سندس. ايه يا راجل مالك؟ صوتك مش طبيعي ليه؟ لا ابدا ولا حاجه، بس السنيه تعبانه قوي ولازم انقلها المستشفى حالا. طيب ومستني ايه يا راجل؟ ها؟ لا بس بقى، ما انت عارف يا عبدو يا اخويا. طيب فهمت. اسبقني بيها على المستشفى وانا هحصلك حالا. عارف المستشفى؟ ما حفظتها خلاص، هي دي اول مره ولا اخر مره؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا عبد العال. العفو يا سندس. بقول ايه؟ 10 جنيه كفوا. والله يعني لو جبت اكتر احتياطي بقى احسن. هحاول. مع السلامه. الله يسلمك. يلا يا يمنى، فرجت يا ثانيه. خير؟ ما انت شايف القمر. المهم هي زيها ثانيه زيها. على مهلك يا استاذ شويه، الهانم بخير. مسكينه اتعذبت في الولاده دي قوي. هو في حاجه بالساهل يا استاذ؟ على رايك. الله، يعني ما انتش عاوز تبص للاموره الحلوه دي؟ هي بنت. سلامة الشوف يا استاذ. لا مؤاخذه يا بنتي، كلهم بينزلوا خلقه واحده. ما قلتليش هتسموها ايه؟ هو اتاخر ليه؟ الله، انا مش فاهمه. عبد العال. ايه؟ انتوا هتسموها عبد العال؟ لا يا ستي، انا مش بكلمك انتي، انا عارف، بس هو اتاخر ليه؟ ممكن بقى ترحميني وتسيبيني انزل؟ ما تنزل يا اخوي، انزل يا سيدي. هو انا من امتى بقدر امنعك؟ ده اخويا يا زكيه. يعني هو انت كنت خلفته ونسيته؟ ايش حال لو ما كنتش انت الصغير وهو الكبير وفقير؟ انا مش بعاير بالفقر، انا بتكلم عن قلة العقل. احنا هنحاسب الناس على تصرفاتها. امال يعني بس ندفع احنا تمن تصرفاتها؟ اقلبيها غم بقى. لا ابدا، انت اللي عايز تعمل لي مصلح ومحسن.
طب ما ولادك اولى يا راجل. يا زكية ده راجل غلبان وعياله كتير، واحنا كل اللي حيلتنا ولدين وكله عند الله. طيب يا عبد العال، طيب خليك على كيفك يا عبدو. مش هتيجي معايا؟ لا يا اخويا، انا جدتي ما تستحملش المناظر دي. على كيفك يا زكية. يعني ما قلتوش سميتوها ايه؟ بقول نسميها زكية. ليه ما تسميها على اسمك احسن، ثانية؟ ايه رأيكم في بهية؟ ولا عليا؟ لا، نبوية. الله، انتوا قلبتوها شعرية. بس وجدتها عدوية. والله انا جاتني فكرة. ها خير؟ هي دي نمرة كام يا سنية؟ نمرة كام يعني ايه؟ مش عندنا سامي ويمنى ويسرى؟ حسهم للدنيا. تبقى دي الرابعة. حصوة في عين اللي ما يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى هسميها رابعة. نص دستة عيال، إخراج مراد كامل. اقدر افهم بتضحكوا على ايه يا بنات؟ اصل اسمها غريب خالص يا ابله. ليه؟ ما سمعتوش عن المتصوفة رابعة العدوية؟ سمعنا، لكن رابعة اليومين دول ما سمعناش. يا سلام، اديكم سمعتوا. كملي يا رابعة. بس يا أبلة، عمو عبد العال قال لي ان ده سبب تسميتي رابعة. امال لو عرفتوا من اخويا اللي جه بعد كده بابا سماه ايه؟ اظن هتفطسوا على روحكم من الضحك. لازم 5 طبعا، مادام انتي سنة رابعة يبقى التاني سنة 5. فعلا سماه 5. واللي جه بعد كده سماه لازم 6. حتى انت كمان يا أبلة. انا بهزر. ما انا عارفة. لا، سماه حامد. طب واللي بعده؟ والله لغاية دلوقتي حامد هو اخر العنقود. وهو كمنه يعني اخر العنقود، يبقى لازم نمشي له كل طلباته. بالشكل ده الولد يطلع خسران فسدان. وش معنى اللي قبله؟ ما هي دي النتيجة، طالعين كلهم دلاليع مش نافعين. ثم نحلحق على مين ولا مين ولا مين. طب معلش المرة دي وبس. حاضر يا ستي، امرك امرك. والله ما انا عارف انتوا ناويين تعملوا فيا ايه. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. هنعمل ايه يا سندس؟ رسالة وبنأديها. يا ستي انا ما قلتش حاجة، بس العين بصيرة والايد قصيرة. وعلى رأي المثل، على قد لحافك مد رجليك، واحنا مدينا رجلينا قوي اكتر من اللازم. دي بقت كلها بره اللحاف. معلش يا سندس، حسك برضو في الدنيا. انت يا سي بابا. نعم يا ست رابعة، انت رخرة. يكون في علمك يا سي بابا، انا خلاص هقعد في البيت. افندم، حد يقول كده برضو يا رابعة؟ ليه بقى يا ستي؟ تقعدي تستني العدل ولا ايه؟ عجل ايه يا بابا؟ انا بتكلم جد. واعلنت العصيان على المدرسة. ليه بقى يا بنت سندس وسنية؟ الا بقى اذا كنتم تصمموا. اعتبرينا صممنا. ابقى اروح بالجلابية والقبقان ولا باي شبشب؟ ايه الكلام ده يا بنتي؟ الجزمة واتقطعت حتت، وكل حتة بقت ماشية لوحدها. وديها للجزمجي يصلحها. وديتها وصلحها 100 مرة، مفيش فايدة. خليهم يا ستي 101. مش ممكن، عشان اخر مرة رحت له قال لي لو جيتي هنا تاني مفيش غير حل واحد. اني بقى اخيط الجزمة في رجلك بعد كده. شوفي غيره. ما هو مفيش غيره يا ست انت بتعقديها ليه بس؟ عشان هو الوحيد اللي بيرضى يشكك. خلاص يلا غوري من وشي بقى. والمريالة بقت عاملة زي ورق الالوان القص واللزق. ايه بقى القص واللزق ده كمان؟ كل حتة لون وشكل يا ست ماما. يعني ما انتش عارفة انا لا يمكن اروح المدرسة بالشكل ده. وانا كمان لا يمكن اروح المدرسة بعد كده. ايه انت رخرة يا ست يسرى؟ طبعا يا بابا، عشان المريالة بتاعتي. مفهوم مفهوم، بقت كلها قص ولزق. والجزمة عارف، بقت حتت وكل حتة ماشية لوحدها. غيره بابا. افندم. نعم انت الاخر. عاوز قرشين. نعم قرشين بس. ليه؟ ايه المناسبة؟ عاوز اشتري كراسة. هو يا واد كل يوم كراسة؟ الشغل يا بابا، مذاكرة. شغل ومذاكرة؟ طبعا. طب فين كراسة امبارح؟ وفين كراسة اول امبارح؟ مفيش بعد كده ولا نص فرنك الا لما اشوف الكراسة بعيني. ما جبتوش معاكم يمنى وسامي بالمرة ليه؟ ليه؟
هما دول من مقامنا برضه؟ دول حاجة واحنا حاجة تانية. قصدكوا ايه يا ولاد؟ يعني هما كده كل حاجاتهم بتجيلهم كده كتم في السر. وافرضوا مش هما الكبار ولازم يبانوا قدام زملائهم كويسين؟ ايه ده؟ واحنا بقى مش مهم؟ بس يا ولد يا ابو نص لسان انت فاهم؟ نص ربع. تلاقيكم استخسرتم فيا لسان بحاله قمتم جبتوني بنص لسان. بس امشي نجرب من قدامي يا سافل يا بتاع الكراريس. يعني ما طلعناش بنتيجة. حق يا بنتي، ولا خدنا حق ولا باطل. جرى ايه الحكايه يا رباطيه؟ عاملين مظاهره عليا؟ امشي منك له. وانتم عاملين كده زي طلعه المحمل. والنتيجه عدلها المولى. اتفضلوا بقى. معلش يا سندس، اهو حاول برضو عشان ما تكسرش بخاطرهم. هو المشي على القد برضو يبقى كسر خاطر. والنتيجه روحوا يا ولاد دلوقتي، ما تضايقوش ابوكوا اكتر من كده. والنتيجه يوه دول علقوا. روحوا وانا هتصرف. بنات انصراف. سيئة عليك النبي، تتصرف يا سندس. منين؟ حاول اهو تصرف لهم في اي حاجة دلوقتي، دول برضو مهما كان عيال، ربنا ما يحرمهمش منك، وحسك برضو في الدنيا. ثم انت ناسية انه بعد كام يوم في عيد ولازم يلبسوا جديد ويعيدوا زي كل البني ادمين، ولا يخلصك نكسر بخاطرهم علشان يقولوا لي اشمعنى نبيل واشمعنى سلوى ولاد عمنا، ولا اشمعنى ولاد الجيران، ولا اشمعنى. طيب طب وانت يخلصك برضو؟ ما هو انا يا سنية تعبت خلاص، والدين بقى راكبني اكوام. انا عارف هسد ده كله منين. يعدلها المولى يا سندس. يا برتقال احمر وكبير بكره الوقفه وبعده العيد. يا برتقال احمر وصغير بكره الوقفه وبعده نغير. يا برتقال احمر وكبير بكره الوقفه وبعده العيد. يا برتقال احمر وصغير بكره الوقفه وبعده نغير. عمو جه بابا عمو جه يا بابا. عمو مين يا خامس؟ عمو عبد العال ومع عمتي عبد العالة ونبيل وسلمى. يا واد بطل عبط بقى، اسمها طنط زكية. انا عارف بقى. رايح فين يا واد؟ يخيبك يو، مش تستنى لما تسلم عليهم؟ لا ما انا راجع تاني عشان اخد العيدية منهم. سندس ايوه يا سنية، قوم غير هدومك اوام احسن اخوك جاي. طب وهغير هدومي ليه بقى؟ اصله معاه العقدة العنطوزة. زكية. اوام. ايوه حالا. يا ميت اهلا وسهلا، اتفضلوا يا مرحبا. كل سنة وانتوا طيبين يا سنية. وانت طيب يا اخويا، اهلا وسهلا. اهلا زكية. كفاية خلصتوا الهوا. اهلا يا عبدو. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب يا عمو. بلبل حبيب قلبي. وانا لا يا عمي. لا انت كبرتي بقى. ولو مهما كبرت مش بنتك يا سندس. طبعا يا اخويا. امال فين العيال؟ بيلعبوا بره في الشارع. ما تخافش دلوقتي يجوا جري من بره. ما تنادي سامي يا سنية. الله، هو سامي هنا؟ ايوه يا سامي. سيبه يا سندس، اصله مالوش كيف. ايه عيان؟ لا بس يعني زي ما بتقول كده اهو دلع، مش البكري. ايوه بس سامي ما بقى صغير، المفروض انه كبر وبقى راجل. تعالى يا نبيل نشوفه. سلوى، نبيل اقعدوا. حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. انا هروح اندهه حال. انا قلت لا يعني لا. يا ابني يا حبيبي وطي صوتك، الناس يسمعوك يقولوا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه، لكن انا مش خارج من اوضتي خالص. يقول ليه يا ابني بس كده؟ انت هتنكد علينا قدام بيت عم. مش انتوا عايزين كده؟ مش انتوا بتقولوا انا الكبير وانا العاقل وقعدتوني من غير بدله ولا جزمه ولا حتى منديل جديد؟ خلاص عايزاني اقوم واسلم وعايد ليه بقى؟ يعني احنا كنا قاصدينك يا حبيبي ولا عشان ظروف ابوك؟ وظروف ابويا ماشيه بس على حامد ويمنى ويسرى وخامس ورابعه وما عصلجتش الا معايا انا. احنا هنعيده النهارده تاني. خلاص يا ستي مالكوش دعوه بيا بقى، ولا عاوزين اخرج بهدومي المقطعه فشر المرقعه قدام نبيل وسلوى. وماله يا ابني، مش زي اخواتك. لا معقوله سلوى تبقى زي اخواتي؟ الله سامي، انا بكلمك يا ابني، سبتني وسرحت في ايه؟
لا ابدا، ارجوك يا ماما ما تتعبينيش. هو فين يا طن؟ دي جاية على هنا. ارجوك اخرجي اخرجي واقفلي الباب. تقفل الباب يا سامي؟ للدرجة دي مش عايز تشوفنا؟ ده انا اتمنى اشوفكم واشوفكم وافضل دايما اشوفكم. ازيك يا سامي؟ كل سنة وانت طيب. ارجوك سيبوني لوحدي، مش عايز اشوف حد، مش عايز اقابل حد. ايه ده؟ هو ماله يا طن؟ مجنون. عاجبكم؟ اتفضلوا بقى، اتفضلوا من فضلكم، سيبوني لوحدي لوحدي لوحدي. ليه كده يا ابن عمي؟ ليه كده يا ابن عمي؟ وايه اللي خلاك تعمل كده يا سامي؟ مش عارف يا هاني. انت مش بتحبها بتقول؟ بجنون. طيب هو اللي يحب يعمل كده برضه؟ ما قدرتش يا هاني، ما قدرتش اشوف منظرها ومنظري، منظر نبيل ابن عمي ومنظري. واحد قديم وواحد جديد، واحد معيد والتاني مرمي في اوضته ببدلته المقطعه القديمه. طب فيها ايه بس يا سامي؟ اذا كانت دي طاقة ابوك مش لازم بقى نخلق مشاكل ونعقد الدنيا ونأزم نفسنا كده. ياه، ده انت باين عليك مليان قوي. وحطاء يا هاني يا اخويا، كل التلامذه زمايلي عايشين مبسوطين مرتاحين. هو انا صغير يا اخي؟ ده انا هخش الجامعه بعد سنه. اهو ده بقى كلام العقل. تشد حيلك وتتوكل على الله وبكره كل ده يتعوض، مش تقعد كده حاطط ايدك على خدك زي ستات. بتصبرني؟ بالعكس، هي دي الحقيقه. مين قالك ان كل الناس مبسوطين؟ ما في غيرك ابأس بكتير يا اخي. على الاقل ابوك قدر يربيك ويعلمك وتعب برضه، غيره ما قدرش. حد كان قال له يا اخي خلف ستة مرة واحدة؟ يا سيدي يمكن ما كانش فيه على ايامهم تحديد نسل. لا ابدا يا اخويا فيه، بس ابويا بقى مخه قديم من الدقة القديمة، يقول لك ده حرام. حرام؟ ابوك انت اللي يقول ده حرام؟ وبالك عم الشيخ عبد العالي المتدين يقول لك حلال 100%. ابو نبيل وسلوى. ايوه. وانت بذمتك بقى قصدك بالحكايه دي كلها مين؟ سلوى ولا ابو سلوى؟ تعبان يا هاني. ثم انا مش موافق ابدا يا سي سامي على الحب الهوائي ده، الحب الصامت بتاعك. ايه حب كده من بعيد لبعيد؟ هو احنا هنعيده تاني؟ طب منين يا بني ادم تعرف انها بينك وبينها نفس الشعور؟ ما يمكن ولا هي هنا. ايه؟ ما يمكن في القلب واحد تاني. لا ما افتكرش. دي بنت عمي وانا عارفها كويس. يعني ايه؟ يعني مش بتاعت حب ولا كلام فارغ من ده. اشمعنى يعني انت اللي بتاع كلام فارغ من ده؟ الحب برضه كلام فارغ. مش انت اللي بتقول؟ لا انا قصدي يعني ما تجرؤش حتى على اقامة علاقة حب مع اي حد. مش لازم تقيم يا سيدي. قصدك ايه؟ ما يمكن حب كده برضه من بعيد لبعيد زي حضرتك. انت عاوز تقول ايه؟ عاوزك تتلحلح يا اخي، عاوزك تتحرك، لا البنية تطير منك. ده اذا كنت طبعا بتحبها بصحيح. طيب اعمل ايه هاني؟ اسمع، اتشجع وكلمها. ما انا كنت على طول بكلمها. وكلامك ليها النهارده زي الاول؟ لا. طب ليه؟ النهارده لما اجي اكلمها بحس بحاجه تانية، بشكل تاني. الكلام بيتقل ودمه بيتقل ويتلم كله في وشي ويبقى زي الجزرة الحمراء، كله معقد واتلجلج كده وتبقى حالتي حالة. طب وهي؟ ولا بيبان عليها حاجة يا أخي. يا أستاذ فوق يا أستاذ، تبقى أنت بتحب وهي لأ. بتقول إيه؟ اصحى لنفسك بقى يا سي سامي. ليه كده يا سامي؟ ليه كده يا سامي؟ ليه كده يا ابن عم؟ ليه كده يا ابن عم؟ لا مش ممكن. السلام عليكم يا جماعة. أهلا وائل. عن إذنك دلوقتي يا هاني. ايه هو سامي راح فين؟ لا أبدا، هو جاي حالا. اقعد يا وائل. انت يا هانم، انت يا ست ثانية. لا مالك يا راجل جاي تهاتي كده؟ تعالي يا ست شوف اللي حصل واللي جرى. خير يا سندس؟ البيه اللي عليه الامل، البيه اللي عليه العين، البيه اللي انا ضيعت عمري وشقايا وتعبي كله عليه وقلت شيل عني الهم شوية. تعالي شوفي. مالك يا سندس عمال تندب كده؟ يوهو على مين الندب ده كله؟ ابنك سامي يا ستي. ماله؟ جراله حاجة كفل الشر؟ سقط. بتقول ايه؟ سقط لتاني سنة في التوجيه. يسقط يا سنية يا ناس، ده حرام. ده انا ماشي بالعافية
انا بقول يا حيطان دارينا لغايه ما ربنا ياخد بيده وينجدني شويه ويشيل عني العبء شويه علشان اخواتي يقدروا يكملوا. يوم يعملها فيا مرتين. معلش يا سندس، ربنا عاوز كده. لا لا يا سنية، ربنا ما يعوز كده ابدا، وربنا ما يعملش كده ابدا. هو اللي بيعمل. ابنك اللي عمل فينا كده لو بينتبه لدروسه زي البني ادمين كان نفع من السنة اللي فاتت، كان نفع. اهي سلوى حصلته وسبقته. سلوى نجحت طبعا وجايبة 82%. ما شاء الله. المبسوطين اللي مش محتاجين جايبين 82% واحنا ساقطين يا سنية. صحتك سامعة؟ ساقطين. صحتك يا سندس مش كده؟ ده انا حتى العلاج ما باخدوش. المرض بياكل في جتتي اكل ومش قادر اتعالج، وبقول هم اولى، سامي اولى. يقوم سامي يعمل كده ليه يا سامي كده؟ حرام عليك يا ابني، حرام. ألف مبروك يا سلوى. ميرسي. الف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. ميرسي يا بابا. خشي يا سلوى غيري هدومك دي والبسي البدله الجديده. بدله؟ انت جايبه للبنت بدله؟ اولا انا دلوقتي يا سي بابا الآنسة سلوى الطالبة بكلية صحيح، بكلية ايه يا سلوى؟ مش عارفة، الاقتصاد ولا الآداب ولا يشوف له اي ورشة يروح يتلقح فيها، وانا هجيب منين يعني؟ طول بالك يا سندس افندي، بكره تفرج. منين؟ فضله واسع. وعرفوه بالعقل. ده يأس، اعتمد على الله. اهي دي بقى الغيبيات. الاعتماد على الله غيبيات يا راجل برضو. لا بس ربنا عرفوه بالعقل، والعقل ما اشتغلش فالواد سقط، والعقل ما اشتغلش وجبت نص دستة عيال، والعقل برضه هو اللي لازم يشتغل ويقدر يحسب ويعرف اني انا مش حمل مدرسة خاصة. طيب ومدارس الحكومة مالها؟ ما تقعدوش اكتر من سنتين، في غيره اولى، في غيره برضه عايز ياخد فرصة. من الناحية دي انا ما اقدرش اتكلم، هناخد حقنا وحق غيرنا. عرفت بقى ان ربنا سبحانه وتعالى ملوش دخل خالص في الموضوع. قال اسعى وما سعيناش، قال ذاكر وما ذاكرناش، وجاي سيادتك عاوزنا نرفع ايدينا لفوق ونقول يا رب اديله التوجيهية والمجموع، مش كده؟ فكت 10 جنيه والنبي يا سندس افندي. اسف. الله، ليه؟ النهارده القبض والنهارده بنقبض، مش فاضيين نفك. ده انا حبيبك كتكوت. لا كتكوت ولا سفروت. سيبه دلوقتي يا كتكوت، اصله متضايق النهارده. طيب يا عم سندس على كيفك. والنبي يا اخويا اعمل معروف، اهتدي بالله وروق كده وخد بالك من الخزنه ومن الصرف، وما انتش ناقص لا تتسوح في جنيه ولا 2 يضلعوك. حق على رايك، ده انا مش حمل باريزه. 10 جنيه حته واحده يا سندس. ما هو عشان يكمل حظ المنيل، عشان يكمل البخت. طب يا اخويا ما عدتوش الخزنه ليه؟ ده لا مره ولا 2 ولا 3 اتلطشت في الزحمه. ما يمكن غلطه يا سندس، واللي اديتها له هيرجعها لك بكره ولا بعده. ودي معقوله يا سنيه؟ يكون عنده ذمه ويرجعها. هو فين ده النهارده اللي عنده ذمه يرجع 10 جنيه عليه العوض ومنه العوض؟ يعني مش هناكل لحمه الشهر ده كمان؟ احنا في ايه ولا في ايه يا واد؟ على العموم انا عندي فكره. مش انت تسرق منك 10 جنيه وبعدين بقى؟ حلمك بس استغنى عن 2 جنيه كمان وهات لي بندقيه. ايه؟ هخليكوا تستغنوا عن اللحمه خالص، هاكلكوا حمام طول الشهر. يمشي نجر من هنا. طب والبندقيه؟ مفيش. واللحمه؟ برضه مفيش. طول عمري اقول لك سيب الهبابه الخزنه دي، انت خلاص كبرت وبقى مالكش في شغلانه الصرافه دي خالص. اروح فين يا سنيه؟ يا اخواتي قول لهم ينقلوك في اي حته تانية احسن. تحب تتنقل تروحي فين يا انسه سلوى؟ والله يا فندم القسم اللي يعجب سيادتك. والقسم اللي انت فيه ماله؟ يا سيادة المدير، هو انا واخده بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسيه عشان اشتغل جمع وطرح وضرب؟ ما هو الجمع والطرح والضرب ده اول الطريق. دي مرحله كانت زمان في ابتدائي، وانت هنا في الشركه بتدخلي المدرسه من اول وجديد. مدرسه؟ ايوه، مدرسه الشركه، مدرسه الحياه. لازم تبتدي من تحت، من اول السلم. 2 3 في كل قسم، تتمرني، تتعلمي، تفهمي، تطبقي العلم. والكورس التدريبي ده ما ياخدش اكتر من 6 شهور،
وبعدين الشركة تستفيد بخبرتك البسيطة وتفوقك الكبير في التخرج في المكان المناسب. أنا أسفة يا فندم على إن أنا فهمت غلط. لا العفو، وأتمنى لك عمل موفق دايما يا أنسة سلوى. شكرا يا فندم. وبيقول لك دلوقتي بقى لها شان وشنشان. هي مين؟ سلوى بنت اخوك عبد العال. ربنا يزيدهم من نعيمه. مش صعبان عليا وقاطع فيا غير سامي. شوف هي فين وهو لسه بيستهجى في تانية تجارة. ماما أنا كفاية كده عليا بقى. ايه الكلام ده يا بنتي؟ أنا بنت مهما كان ومسيري يعني لكن أخويا سامي وخامس وحامد لازم يكملوا تعليمهم. طيب بعدين نتكلم في الموضوع ده يا ربع. أنا مش هكلفكم حاجة، هشتغل بالإعدادية يا بنتي. أهو أحسن من مفيش، ونوايا تسند الزير. أنهي نوايا وأنهي زير؟ ده الزير تقيل قوي يا بنتي. يبقى نسنده مع بعض. لا يا بنتي، خليك انت في مدرستك والله المعين. بسطة سندس عبد المجيد جواب مساجة. خير؟ ده البوسطجي. انزلي قوام استلميه منه يا رب حالا. إدارة المدرسة أرجوكم أن تحضروا فورا لمقابلة ناظر المدرسة. خير يا سندس؟ جواب من مدرسة خامس. عايزين ايه؟ عايزيني. ليه؟ اهو ده بقى اللي معرفوش يا ثانية. طب وبتتخلق كده ليه؟ ما هو انت اللي بتلحي بالأسئلة. بكرة نروح المدرسة ونفهم الموضوع. كلامي ده يا ربع بلا وجع قلب بقى يا يمنى. وتسيب المدرسة؟ وانا يعني خدت ايه من المدرسة ولا هاخد منها ايه؟ بقى ده كلام؟ عاجبك حالي ده؟ ده انا بقيت مسخة في وسط البنات بلبسي وشكلي وهدومي. نفسي البس يا يمنى، نفسي اعيش، نفسي اشوف الدنيا. زهقت بقى من البيت والمدرسة والعيشة البؤس اللي احنا عايشينها دي. غلطانة يا ربعة. بالعكس، بكرة هتعرفي ان ده هو عين الصح. مش معقول يا حضرة الناظر، مش ممكن. بقول لك يا سندس افندي ان احنا ظبطنا الولد مرة واتنين وتلاتة وهو سارق من زمايله اقلام وكتب وكراريس. ايوه بس وكذا مرة الفراش يظبطه في الفسحة بيفتح ادراج التلامذة بطفاشة ويسرق حاجاتهم من الدرج. ما يمكن الفراش متغاظ منه. حاكم خامس ده اصله عنيد وغلس شوية انا عارف. طيب المدرسين برضو متغاظين منه؟ اللي بتقوله ده خطير جدا يا حضرة الناظر. يعني ابني حرامي؟ لا 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 لا، مش بالمعنى ده، لكن طبعا لو تهاونتم معاه اكتر من كده هيتحول الى نشال، الى حرامي فعلا. انا حاولت اعالجه بطرقي الخاصة، جبته مرة، كلمته مرة، اديته فلوس مرة، هددته مرة، لكن مفيش فايدة. يتوب يومين ويرجع تاني، لغاية ما ظبطته بنفسي امبارح سارق قلم المدرس وبيبيعه على محطة الأتوبيس قدام المدرسة. ابني خامس؟ أيوة للأسف، ولذلك أنا بعتلك مخصوص عشان تحاول تساعدنا على حل مشكلة الولد قبل ما تكبر. أيوة بس إزاي؟ أنا يعني فهمت كده طرطيش كلام من الولد، إن زي ما تقول يعني ما بياخدش مصروف، زي ما تقول ما بينزل من البيت متأخر، يجي ماشي لغاية المدرسة مع إنها بعيد عن البيت، وبيضطر الولد يركب مرة ويمشي مرة ويشتري حاجة زي زمايله مرة. يعني قصدي أنت فاهمني يا سيد سندس. فاهمك يا أستاذ، بس أنت اللي مش فاهمني. أفندم؟ أنا أعتذر بالنيابة عنه يا حضرة الناظر. أنا مش جايبك عشان تعتذر، أنا جايبك عشان نتعاون سوا على حل المشكلة. هحاول. أرجوك ما تضربوش، لأن الضرب لوحده مش هيحل المشكلة. أمرك. أستأذن. مع ألف سلامة. الله يسلمك. آنسة سلوى. نعم يا أستاذ وائل. ما بلاش كلمة أستاذ دي بقى.
ليه بس؟ مش عارف، بتحسسني كده اني عجوز واستني واقعه. طب ما دي الحقيقة. اشحال بس لو ما كناش ولاد حته واحده. وكلية واحدة. وشركه واحده. يا سلام على تصاريف القدر. ظريف. هو ظريف بعقل. الله. وائل. ايه ده؟ سيب ايدي. هو انا ماسك ايدك؟ لا مؤاخذه. عن اذنك. طب مش هتبطل الشقاوة بقى يا وائل؟ ايه قصدك ايه يا حسن؟ قصدك ايه؟ قصدي انت فاهمه كويس. وحياتك غلط. وايه ده اللي غلط؟ اللي انت فاهمه. اللي هو ايه؟ اللي مفيش اي حاجه بيني وبين الانسه سلوى. الحمد لله، ادي انت اللي قلت بعضمة لسانك. لا يا راجل، انا قصدي جواز، مش كده؟ ايه؟ يبقى تقدم من سكات، ومفيش داعي للحركات ديت ابدا. احسن الشركه كلها ابتدت تاخد بالها. يا حسن ايوه، بس الجواز ده عايز استعداد يا اخويا. انا نبهتك وانت حر. اللي زي دي يا حبيبي ما تقعدش من غير جواز كتير. 1000 واحد يتمنى يتجوزها. انا ما عنديش بنات تتجوز. حق بطلوده واسمعوده. امال هنعمل بيهم ايه بس يا سندس؟ هنرص البنات قدامنا زي القلل؟ هنحوشهم يا راجل؟ وانا اعمل ايه بس يا سنية؟ ده لا عريس ولا اتنين ولا بنت ولا اتنين، لا يمنى ولا يسرى، وبكره رابعه برضه يتوقف حالها برفضك ده. تقدر تقولي اخرة ده كله ايه؟ نحطهم في قرابيزنا ونقعد؟ لما نحطهم في قرابيزنا احسن ما نحطنا في السجن. سجن ليه كفل الشر؟ هو الجواز بيودي السجن؟ الايام دي. انت بتخرب بتقول ايه؟ انا مش بخرف، انا بتكلم جد. تقدري تقولي لي بقى، الجواز ده مش بيعوز مصاريف؟ مش بيعوز فرح؟ مش بيعوز شربات؟ مش بيعوز جهاز يا ست هانم، جهاز. ده انا ابو بنات، حرام عليكي، من فضلك قفلي الموضوع ده دلوقتي. وماله؟ الحكاية تعاون. اهو العريس اللي جاي اليومنا دفع 70 جنيه مهر. بحالهم. انت بتهزر في السنة العامية؟ قولي لنفسك، 70 جنيه دول يجيبوا ايه؟ اوضة؟ ولا هتجهزي بنت جهاز كرتون، ماكيت جهاز، ولا تشتري لهم صورة جهاز وتقدميها لهم؟ ادي اللي انت فالح فيه. معلش، عنده العفو والتعديل. مكتبها فين من فضلك؟ اول مكتب على اليمين. نقول لها مين يا فندم؟ قول لها بنت عمك ربع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلي معايا يا فندم، اتفضلي معايا. ادخل. مين؟ ربعة؟ مش معقول. اهلا اهلا. اهلا بيك يا سلوى. هات لنا حاجة ساعة قوام يا عم حسيب. حاضر يا هانم. ملوش لزوم يا سلوى. ايه ودي تيجي برضو؟ اقعدي يا ربعة، خطوة عزيزة. الحقيقة أنا جاية لك يا سلوى. وإزاي يا عمي ومرات عمي وإخواتك كلهم؟ بخير. بقول وسام عامل إيه دلوقتي؟ ربنا ينفخ في صورته بقى ويطلع رابعة السنة دي. يطلع رابعة يا رابعة؟ أهلا يا حبيبتي، أهلا. وحشاني قوي. ما تشوفيش وحش. بقول إيه يا سلوى؟ أيوة يا رابعة. بقول يعني أنت طبعا مش غريبة. خير يا رابعة. أنا الله، ايه ده بقى؟ أنا عاوزة أشتغل يا سلوى. وهي اللي عايزة تشتغل تعيط؟ لا لا لا، الحكاية مش حكاية شغل. لازم في حاجة تانية. لا أبدا والله، بس أنت عارفة إن حالتنا يعني زي ما أنت فاهمة. عارفة. وعلى فكرة يا ربع، أنا زي أختك تمام، وأنا كلمت بابا ووافق. على إيه؟ أنا هبعت لعمي سندس 3 جنيه كل شهر، زي ما تقولي مساعدة، مش كده؟ وبعدين بقى في العبط ده، يا ريتني ما قلتلك يا ستي. هي دي رخرة حاجة تعيط؟ إحنا مش أهل يا ربعة، لازم نتعاون. علاوة وما كنتش منتظراها، وندراها لعمي سندس من قبل ما تيجي. امسحي دموعك دي بقى، يلا امال. كتر خيرك يا سلوى، بس أنا عاوزة أشتغل. تشتغلي؟ أيوة، بالإعدادية. بس من غير بس يا سلوى، ومن غير شرح. أنا لازم أشتغل، يعني لازم أشتغل. الشغل مش عيب. لا أبدا، بالعكس، محدش أبدا قال إن الشغل عيب. أما مسألة التعليم بقى دي مش مشكلة، أقدر أكمل في أي وقت، وأنا جاية لك علشان تساعديني. بابا سندس عنده خبر؟
وايه دخل بابا في الموضوع؟ بسأل بس. بابا رفض، وارجوك انك تساعديني. ايوه بس ارجوك يا سلوى، انا محتاجة للشغل ده، وبمعنى اصح احنا محتاجين للشغل ده، ومش هقولك اكتر من كده. حاضر حاضر يا ربعة، هحاول. وانت مالك يا سلوى تحشري نفسك في حاجات زي كده؟ بكرة الحكاية دي تعمل إشكالات مع عمك سندس وسنية والعيلة. يا ولية خليكي محضر خير مرة. هو كمني بقول الحق أبقى محضر شر؟ وفيها ايه بس يا ماما؟ البنت عايزة تكافح، عايزة تساعد أهلها، عايزة أخوها سامي يخلص الجامعة، عايزة أخواتها يتعلموا يتجوزوا. فيها ايه دي يا ماما؟ بالتمانية 9 جنيه اللي هتاخدهم. وائل وعدني أخدها عنده ب10 جنيه في الشهر. هم دول اللي هيحلوا أزمتهم. أهو أحسن من ما فيش. أنا نصحتك كنت حرة، وذنبك على جنبك. بابا ماما شوفوا. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا خامس ده؟ بدلة جديدة منين؟ الناظر جابها لي. ايه؟ مش كده وبس، وسلمني كل الكتب والكراريس، وقال لي هديك 50 قرش كل شهر السنة دي. منين كل ده يا ابني؟ من فلوس مجلس الآباء. وقال لي الكلام ده السنة دي بس يا خامس، وانت تقدر تجتهد وتتفوق وتطلع من المتقدمين. نقوم نقرر لك مكافأة شهرية ثابتة. عن إذنكم بقى. على فين؟ على المذاكرة، دي فرصة مش هضيعها أبدا أبدا. اهلا اهلا زكية هاني. أهلا بيكي يا سنية. بقول ايوه يا اختي. طبعا ربعة بنتي. طبعا يا اختي. تسمعي نصيحتي يا سنية؟ قوي يا حبيبتي. حرام تشغلوا البنت يا سنية. ربعة سرقها السكينة وفاهمة ان الشغل هو اللي هيحل مشكلتها. والله ما انا عارفة نعمل ايه. نصحتها كتير وابوها مش موافق، لكن البت راكبة دماغها والحالة زي ما انت عارفة. عارفة ما انا كنت كل مرة بنصحك يا سنية ما سمعتيش كلامي. يعني لو كنت سمعتي مني وعملتي زيي وخدتي حبوب لولا بأي حاجة مش كان أحسن؟ ما أنا عملت يا زكية. بعد إيه؟ بعد فوات الأوان، بعد 6. على رأيك. المهم دلوقتي، المهم إنكم تمنعوا ربعة بأي تمن، لأن البنت كده يعني بتبص لفوق قوي. عشان خاطر يا سنية، بدل ما يضيع مستقبل البنت. أحاول يا أختي. حال يا أنسة ربعة. عال. مبسوطة من الشغل؟ بوجودك يا أستاذ وائل. طيب يا ستي. على فكرة أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا أستاذ وائل. العفو، تشكريني على إيه؟ اللي يستحق الشكر كله الأنسة سلوى. إيه بتضحكي على إيه؟ أنت فاهم وأنا فاهمة. نعم أنا فاهمة وأنت فاهم. طيب خلاص. يعني ايه؟ مش فاهم يا سلوى قصدها ايه؟ وايه اللي يخليك تهتم يعني بالموضوع ده يا وائل؟ مش عارف، متهيألي كده اني انا السبب. في ايه؟ في اللي قالته ربعة، في اللي بيقولوا يرددوا كل واحد في الشركة. سلوى. ايوه يا وائل. انت لازم تفهمي ان انا بحبك. بحبك غصب عنهم وانا بحبك. ملوش لازمة الكلام ده يا وائل. ليه؟ كده. مش هي دي الحقيقة؟ وانت يخلصك يعني انك تضحي بسمعتي في الشركة حتى لو كانت دي الحقيقة؟ يعني بتحبيني يا سلوى؟ مش عارفة. ده كلام. عايزني اقول لك ايه؟ تقولي ايوه. قوليها يا سلوى. هي ايه؟ بتحبيني؟ اسأل قلبك. سألته. وقال لك ايه؟ قال لي بكل حنان الدنيا بحبك، بكل شوق الدنيا بحبك، بكل جلال الحب بحبك. ياه، قلبك قال لك كل ده؟ ايوه. وانتي؟ يا خبر. لا مؤاخذة، كنت فاكرك لوحدك يا سامي. لا يا ربعة، ما هو الزميل وائل مش غريب. ايوه يا ربعة، في حاجة؟ لا بعدين بقى يا بنت عمي، عن اذنكم. شفتي ايه اللي خلاها عملت كده؟ عشان تصدقي البنت دي مش سهلة ابدا. ثم انا بصراحة سلوى ملاحظ عليها حاجة كده مش عجباني ابدا. زي ايه؟ اول ما جت الشغل كانت بنت كويسة ومؤدبة حشمة وفي حالها. اليومين دول مش عارف اتغيرت بالكلية.
القطه المغمضه بتاعت امبارح بقت حاجه تانية النهارده، وهو زي ما انت شايف بوستيج قد كده هو على راسها، فساتين ايه وجونيلات مش محترمه اطلاقا، ميدي وبعدين ميكرو. ده مش معقول، مش معقول. لا يا سيدي موضة. طب ما انت بنت عمها اهو، مش ماشيه على الموضه ليه؟ والله بقى انا بنقي اللي بيعجبني ويناسبني. ايوه ده برضه يناسبها. كل واحد حر يا وائل. عن اذن. ايه على فين؟ ايه مش هنروح ولا لا إيه؟ طبعا روح. طبعا روح، بس ما قلتليش. افندم. ما قلتليش رايك. عن اذنك يا وائل. انا جاي النهارده. فين؟ عندكم. اشمعنى؟ انا مش بهزر، هي قافيه، انا بتكلم جد. الساعه 6 بالدقيقه هكون عندكم. طب السبب؟ افتحي لي الباب الساعه 6 بالدقيقه هتعرفي السبب. ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي، الله يبارك فيك. ولو ان يعني كان يهمني اسمع راي الانسه سلوى. الله، جرى ايه يا استاذ وائل على بابا؟ مش فاهم يا عمي. هي المسألة محتاجة رأي، ما هو الرأي معروف من الأول. والله يا عمي. ألف مبروك يا ابني. سلوى، يا سلوى. ايوه الشربات يا استاذ وائل. اهو كده يا اخي، الف مبروك يا سامي. الله يبارك فيك يا وائل. ده ايه ده بقى؟ ده يعتبر بكالوريوس بالاقدميه ولا ايه؟ حق على رايك يا وائل. الحمد لله ان ربنا خد بيدك يا شيخ وجبر بخاطر ابوك عشان يرتاح بقى من همك شويه. ايوه على رايك. بالمناسبه ما قررتش هتعمل ايه؟ والله لسه. بقول ايه، ما تيجي معانا الشركه مع اختك رابعه وبنت عمك سلوى. سلوى؟ انا وسلوى في شركه واحده؟ على فكره دي هتفرح بالحكايه دي قوي. يا ريت. شوف يا اخي تصاريف القدر الغريبه. من محاسن الصدف انك تتخرج في نفس اليوم اللي انا قريت فيه فتحتي. يا والنبي صحيح يا وائل. اي والله يا سامي. لا يا عم، وايه وهنبقى نسايب. مش فاهم يا وائل. ايه، مش انا خطبت سلوى بنت عمك؟ بتقول ايه؟ لا مش ممكن. سامي. ده هي دي الحكايه. ايوه يا وائل. طب ما قالش ليه من الاول يا هاني؟ وهي ما قالتش ليه؟ يمكن ما جاتش مناسبه. ازاي بس؟ ده احنا مع بعض في الشركه دايما، اتكلمنا في الموضوع ده كتير، الكل عارف وهي عارفه وموافقه وقرينا طب ليه ابوها بالذات يعني عم عبد العالي يوافق ليه؟ يمكن ما يعرفوش. مين هم؟ لا ابوها يعرف ولا هي تعرف. 2 بيحبوا بعض وما يعرفوش انهم بيحبوا بعض. ايوه انت هتجنني. لانه حب من جانب واحد. ده كلام كده زي ما بقول لك يا وائل. سامي بيحب بنت عمه سلوى من غير ما ينطق، من غير ما يتكلم. وايه اللي يمنعه من انه ينطق او يتكلم؟ حاجات كتير، موانع كتير. لا ما فيش حاجه في الدنيا ابدا تمنع الحب او تقف حاجز في سبيله. المهم انت عاوز رايي؟ وانت حر طبعا. والله مش عارف اقول لك ايه. لاحظ ان سامي مريض وحالته سيئه، واكتر من شركه بعتت له عشان تعينه، مش قادر يقوم السرير. ده يبقى لعب عيال. الحب وحش يا وائل. الحب اللي مش موجود عشان خاطر الصداقه، الزماله، الجيره. طب وانا؟ خليك انت انبل. اضحي بسعادتي بايدي عشان تنقذ انسان محطم. ما تقولش كده يا هاني. سامي شاب صغير في اول السلم، الحياه قدامه طويله وواسعه. وقدامك انت كمان يا وائل. قلت ايه؟ سيبنا افكر يا هاني. بس انا اديت كلمة يا سندس. مهما كان يا عبده، ده انا اخوك وسامي ابن اخوك. انت مش قادر تفهم، احنا قرينا فتحة. نفس الشخص اللي قريته معاه الفاتحة انسحب يا عبد العال. بتقول ايه؟ بقول انسحب، قرر انه يسيب سلوى. يبقى لازم في حاجة، حصل حاجة، حد قال له حاجة. ابدا يا عبده، ده هاني زميلهم هو اللي جه بلغني الكلام ده. والله يا سندس يا اخويا، المسائل دي ما بقتش زي ما كانت على ايامنا. احنا اللي نحل ونربط فيها على كيفنا. احنا نسيب الموضوع ده لسلوى، هي اللي تحدد رأيها فيه بمعرفتها. ده كلام برضه يا عبده، ده انا اخوك شقيقك، وسلوى بنت عم سامي، وسامي ابن عم سلوى، والولد بيحب البنت فعلا وعيان،
وعلاجه في ايدها. بقى ده كلام. سامي ابن اخويا وزي ابني نبيل تمام، لكن الشخص اللي يعيا ويرقد ويتشنج عشان حب وكلام فارغ ملوش اساس ولا وجود، افتكر ده حتى يبقى غير جدير بانه يتجوز خالص. يعني ده رأيك؟ على العموم الرأي زي ما قلت لك. شربات يا ربعة، دمها خفيف بشكل مش معقول. يا جماعة يا جماعة، ده تالت قفل جه يخطبني. قصدك تالت عريس؟ قال بابي أول ما شافه بص لمامي وقال لها أنا يستحيل أجوز بنتي حبيبتي غيغي اللي هو أنا أجوزها الكوز دوغة. ها هو كان كوز ذرة؟ يا ابني كوز دوغة ما تعرف لفت حمام ما تضغط، شكله كده لخبطيته خالص. مالس لا ولا مناخيره. ياي ايه مالها مناخيره الرخرة؟ وحياة بابي عاملة زي فيخ الجمعية بالظبط. طب والعريس الرابع يا رابعة؟ لسه ما شغفش. الله الله، ما شاء الله. استاذ وائل، ايه ده يا ساده ده؟ اللي انت عاملاه في نفسك ده يا انسه ربعه؟ لا ابدا ما فيش. اتفضلوا يا حضرات، اتفضلوا، كل واحد يروح يشوف شغله. وانت يا انسه ربعه تعالي معايا على المكتب. حاضر. اتفضلي اقعدي. لا معلش، كويس كده. اقعدي يا انسه. حاضر. انسه ربعه، انا هنا مش رئيسك وبس، انا في مقام اخوك الكبير. تسمحي اكلمك بصراحه ولمصلحتك؟ اتفضل. انت مش عجباني ابدا. افندم؟ مش انت رابعه بتاعت زمان، مش انت رابعه الصوره الرائعه للفتاه المكافحه المصممه على شق الحياه بامانه واخلاص وشرف. مش فاهمه. انت فاهمه ان بابي ومامي والميدي والميكرو، لا ولا الشرط على اخر الزمن هيحلوا مشكلتك؟ استاذ وائل، افتكر دي مسائل شخصيه. افتكر انا كمان قلت لك في اول الحديث ان انا بكلمك بصفتي في مقام اخوك الكبير، واعتقد ان دي صيغه مهذبه للحديث بدل ما افرض عليكي باعتباري رئيسك ومسؤول عنك وعن العمل. عملي ماشي على احسن وجه وسلوكك متمم لعملك. عشان اللبس يعني؟ ده مكتب عمل يا انسه، مش معرض ازياء وسيقان. انا ما اسمحلكش. وانا كمان ما اسمحلكيش. ارجوك يا انسه ربعه، حاولي تاخدي الموضوع ببساطه وعلى انه نصيحه اخ لاخته اكتر ما تاخديه على انه امر رئيس لمرؤوسه. خلاص. يعني افهم من كده انك مش مقتنعه؟ لا ابدا، وان ما كنتش هحاول اقتنع. خلاص، مجرد الوعد يكفينا. استأذن. اتفضلي. بقى ده السبب. طبعا سلوى رفضته، بينتقم مني. معلش يا ربعة. يا سلام على الناس اللي مش قادرة تفهم ولا تقدر. حد يكلم ربعة الرقيقة الطعمة بالقسوة دي؟ اخس. مش عارفة على ايه يا عبد السميع افندي، هو انا ذنبي ايه؟ هو انا انكتب عليا الذل كده يعني طول العمر؟ طب والله العظيم لكم مقدمة استقالتي. بس امال بلاش كلام عيال بقى. امال تقدمي استقالتك ده ايه؟ غريبة، انت مش كنت موافق اني اقدم استقالتي؟ ايوه، بس بشرط انك تقعدي في البيت. ايوه يا ربعة، نقعد سوا ببيت واحد. انا وحيد زيك ومتعذب زيك تمام، ومحتاج للي يواسيني يسليني ينسيني. استاذ عبد السميع، الله ايه الكلام ده؟ مش قادر يا ربعة، خلاص كاتم في قلبي ومش قادر ابوح. لكن الحمد لله جاء الوقت المناسب اللي لازم اصرحك بيه. بحبك يا ربعة، بحبك. الله، استاذ عبد السميع انت نسي انك متجوز؟ جوزت الصدامة والندام. 15 سنة ذل، 15 سنة حبس، 15 سنة تأبيدة مع واحدة لا بفهمها ولا بتفهمني. عشت معاها بؤس بؤس وعكنانة في عكنانة. خلاص بقى يا ربعة، مش قادر استحمل اكتر من كده. طب وولادك؟ ده انت عندك 3 أولاد يا أستاذ عبد السميع. تبقى تاخدهم هي وتربيهم وتشبع بيهم.
زلاني بيهم 15 سنة. نفسي أطلع من السجن بقى. نفسي أشم نفسي. نفسي أشوف الدنيا. انت يا ربع حليتي، انت نفسي، انت الدنيا. لا 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 لا، الله أستاذ عبد السميع. ربع، قول انك موافقة. رد فيا الحياة، رد فيا الروح. ايه قلت ايه يا ربعة؟ سلامتك، مالك؟ مش وقته يا أستاذ عبد السميع. امال وقته امتى؟ بعدين هبقى أقول لك. لكن لازم تقولي لي رأيك دلوقتي. قلت لك بعدين، هقول لك رأيي بعدين. رأيي انت عارفة كويس يا ماما. بتقولي لي انا الكلام ده؟ قوليه لابوكي. غريبة، هو الجواز كمان أصبح من الشؤون العائلية؟ لازم ينعقد لها مجلس العيلة عشان يوافق ان انا اتجوز واحد بره العيلة. قال بيقولوا وائل سابق. مين قال الكلام الفارغ ده؟ عمك وولاد عمك. عمي وولاد عمي؟ وليه يقولوا كده؟ عشان المحروس اللقطة سي سامي، العريس المنتظر، عريس الغفلة. ايوه يا ماما، بس سامي حاجة ووائل حاجة تانية. سامي ده ابن عمي، يعني زي اخويا نبيل بالظبط. وهو فين وائل يا بنتي؟ محدش شافه بقاله اسبوع بحاله ليه؟ عشان يخرس لسنتهم يرحمنا من رغيهم. والله ما انا عارفة يا ماما. مش عارفة ازاي؟ ما تعرفيش خطيبك اللي حبك وحبتيه راح فين؟ وانا هعرف منين بس اذا كان حتى الشغل ما بيجيهوش؟ ايه، في اجازة؟ ايوه، واخد اجازة وما قاليش، ودلوقتي مش وقت اجازات. ده الظاهر ايه يا بنتي؟ الظاهر يا ماما ان كلامهم الله، الظاهر انه صحيح يا ماما. مش ممكن. طب والمصحف ده انا كنت قاطع بيتك يا سندس العمر كله. يا ندامة، انا هشوف بنفسي فانهي حتة سوائل ده. أنا آسف يا سلمى. مفيش لزوم للأسف يا وائل. غصب عني، حسيت إن أنا في موقف يتطلب مني إن أكون نبيل وإني أضحي عشان خاطر ابن عمك من ناحية، ولأنه جاري وصديق طفولة من ناحية تانية. بس أنا أقسم لك يا وائل إن مفيش بينا حاجة أبدا. عارف يا سلوى، هو ده المؤسف في الموضوع. وكنت عاوز تهدم سعادتنا عشان حب، عشان تفكير ساذج ضئيل لولد مراهق. مهما كبر سنه هيفضل عقله وتفكيره عقل مراهق ساذج. اعذريه يا سلمى، ظروفه مش عيب ومش غريبة. كتير قوي بيغلطوا ويجيبوا عيال كتير. وولادهم بيدفعوا الثمن. لا أنا ما كملتش. بيغلطوا مع ذلك بيكافحوا ويقاوموا، وفي المستقبل ما بيكرروش غلطة أبائهم. معاكي حق. بقول ايه؟ ممكن نقفل على الموضوع ده؟ ممكن طبعا. وكاتب الكتاب في ميعاده؟ في ميعاده. يا راجل اتحرك، اعمل لك همة للعريس يطير من ايدينا. ما يطير يا ستي ولا يغور في 60 داهية. يوه يا ندامة، حد يا سنسن يقول كده برضو على عريس بنته؟ والله الجوازة دي ما هي نازلالي من زور أبدا، ده أبو عيال يا سنية. وماله يا أخويا، الشرع مديه لغاية 4 ورابعة هي التانية. ايه مش شيء على سنة الله ورسوله؟ ماله؟ كل حاجة تغصبيها عليا كده يا سنية؟ ومريش وعدل. طيب الجواز ووافقت واستسلمت، لزومها ايه بقى البهرجة اللي انت عايزة تعمليها دي؟ بقى انا الحق عليا اللي عملت لك جوازت البنتين يمنى ورابعة في يوم واحد؟ انا ما عنديش يا سنية. اعمل لك جمعية. عملت جمعية ب100 جنيه هتضلعني وتقطم وسطي، اكتر من كده ما اقدرش. اتصرف يا اخي اتصرف. يعني تقدري تقولي لي اتصرف ازاي؟ فين الراجل بتاع الشيكات؟ ده حراق قوي يا سنية. يعني بكام؟ ياخد يدي ال100 جنيه 90 جنيه وياخد عليا شيك ب100. وماله نعمة، نفك زنقة احسن من ما فيش. ده كتير يا سنية. لو النبي ابدا، دي ليلة جوازة بنتك تسوى الدنيا. ولا يعني هي ست الحسن والجمال والدلال سلوى هانم بنت اخوك كانت احسن؟ ولا يعني احسن غير شوية العلام اللي عندها قطيعة؟
يقطع الحظ اللي رمانا على الفقر ورمى الفقر علينا. خلاص خلاص خلاص، هتصرف يا سنية، فضيها سيرة بقى. إلهي يخليكم ما ينحرمش منك أبدا. ولا تنحرموا. ايه بتقول ايه؟ عبد السميع يتجوز عليا؟ والحقي نفسك بقى يا ست سميرة. والمصحف ده انا كنت شنديله، ده انا كنت اقطعه حتت، ده انا كنت اضربه واضربها بميه نار اعميهم الجوز. بقى بعد 15 سنه تيجي واحده هشك بشك تاخده مني؟ لا والصراحة يا ست سميرة عليها حتة شورت انما ساخن بشاي. هي مين دي؟ ضرتك الست رابعة. رابعه؟ والمصحف لا نسيها اسمها. طب الحقي بقى احسن بكرة كاتب الكتاب. انا هكتب كتابهم ان شاء الله على التربه هما الاتنين. يا خدوجه يا نفوسه يا صبحه يا رابحه يا عزيزه يا زكيه، جمع اوام، سميره في خطر. اي يا ولية يا متوحشة فشمشتيني. هو انت لسه شفت حاجه؟ والمصحف لحبسك في البيت، ما انتش خارج منه ابدا. والله يا سندس يا اخويا الحقيقة يعني ما معكش، مش كده؟ انت عارف انا يا دوبك خارج من جهاز سلوى. عمي تسمح؟ ايه ده؟ المبلغ اللي انت عاوزه بعد اذنك يا بابا. وبابا ماله يا نبيل؟ سندس اخويا وانت برضو ابني. انا سمعت حديث عم سندس وما خلصنيش انه يخرج من عندنا مرة تانية مكسور الخاطر. ال100 جنيه اهم يا عمي، انا كنت محوشهم من ضمن مهري عشان اتجوز. حلال عليك، ولما ربنا يسهل ابقى رجعهم وقت ما يعجبك. لا 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 لا. طب والله ان ما خدتهم لازعل. مش كده يا نبيل، مش كده. خدهم بس، مش يمكن يعني وانا هقدمهم لله. بتقول ايه يا نبيل؟ ما يمكن بقدمهم كده يعني بغني على حاجة. حاجة ايه؟ ايد بنت عم رابعة. ايه؟ الله يجازيك يا نبيل، اما حتة مفاجأة. لا لا لا. الله عمي سندس، انا مش فاهم يا طنط ليه عناده ده. عمك سندس ابن حلال فقير لكن نفسه عزيزة قوي، افتكرك انك بتجامله ببنته فرفض. بالعكس، رابعة بنت ممتازة ومحدش فاهمها غيري، ومن زمان وانا بحبها في صمت زي ما سامي حب سلوى في صمت، بس انا ما حبيتش الفرصة تروح مني زي ما راحت من سامي. بس دي كانت هتتجوز واحد تاني، ولو كان تم وانكتب لها السعادة كنت بقيت سعيد لسعادتها، لكن النصيب انها تستنى وانها تبقى من نصيبي. حتى بعد كل اللي سمعته عنها؟ اللي سمعته انا عارف كويس سببه ايه يا عمي. ايه يا ابني؟ وده اللي هخليه اول شرط لجوازنا. ايه يا نبيل؟ موضة مفيش، تقليد اعمى مفيش، احنا ناس على قدنا ووسطنا مش بتاع المسخرة والكلام الفارغ ده. يسلم بقك، والله انا موافق على طول الخط. ثانيا، قبل ما نتجوز شرط اساسي تحديد النسل، يعني ولد ولا 2 وبس. يعني الست سنية اللي تشر المية من الحنفية مفيش. يا سندس، مش انت اللي كنت بتقول حرام؟ ابدا، ده حلال ونص، صدقت وامنت. مبروك يا ربع. الله يبارك فيك. مبروك يا نبيل. الله يبارك فيك. ها، مش ناوي تعملها بقى يا سامي؟ مش لما تثبت الاول؟ مبروك يا سندس. خلصنا من يومنا ورابعة. الله يعيني على الأربعة الباقيين، كمالة النص دستة. نص دستة عيال، تأليف حسن عبد الله، إخراج مراد كامل.